Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده نعمل أكلة جميلة سهلة وسريعة، تنفع معاكي فطار، تنفع معاكي غدا، تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي أي حاجة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. هنجيب هنا كده ايه البطاطس وهنقشرها. طبعا مجهزين خيار وطماطم متقطع شرايح، مقطعين طماطم مكعبات صغيرة، بشرين جزر، بصل مغرطينه مكعبات، طبعا عاملين دقة فلفل، حاطين عليها فصين توم مش مكترين التوم. هنا قشرنا كده بقى ايه البطاطس وغسلناها، هنمسكها بقى ايه نقطعها كده ايه صوابع كده عشان نحمرها. هنعمل بقى فول، هنعمل جبنة بطماطم، هنعمل لانشون ببيض، وهنحط عليه بقى كده شوية جبنة كده وهنحمرهم، وهنشوي هنا بتنجان. أكلة يا جماعة والله بتنفع في جميع الحالات، سواء فطار، سواء غدا، سواء عشاء، وقت ما انتي حابة يعني تعمليها. وقت يعني جميلة جدا ومغذية، وما بتاخدش معاكي وقت خالص. انتي طبعا بتستهلكي كله في وقت واحد كده على البوتاجاز، ما بتاخدش معاكي اي وقت. هنا جبنا الحلة وهنا جبنا الطاسة، ولعنا بقى العين التالتة هنحط عليها البتنجان يتشوي. هنشوي بتنجانة واحدة، والبتنجانة التانية هنعملها كده بالدقة، هتبقى جميلة جدا. امشوا بقى معانا خطوة خطوة كده وهنشوف احنا عملنا ايه. طبعا معلش والله انا بتكلم كده براحتي عشان انا والله تعبانة خالص، ويعني الحمد لله على كل حال. انتوا عارفين بقى البرد والكحة مش سايبة اي حد اليومين دول خالص. هنا بقى جبت الحلة كده وحطيت زيت، لو انت حابة تحطي سمنة حطي. بنحط بقى ايه كده معلقة من الدقة اللي احنا عاملينها، والطماطم اللي احنا مقطعينها بقى هنا كده هننزلها على الفلفل، على دقة الفلفل دي. هنشوحها كده بقى ايه كويس قوي، وهنسيبها كده. لو انت حابة تحطي معلقتين او 3 مية او مج صغير مية مش مشكلة، عشان ايه يدوب الطماطم ويخليها ايه تتسبك كده وتبقى طرية وتتهري كده. حابه تحطي حطي، انا حطيت اهو نص مج، وبسيبه بقى كده ايه على نار هاديه. عايزه تحطي برضو التوابل بتاعتها دلوقتي حطي، مش عايزه خلاص بقى لما تتسبك. هنا بقى الزيت كان سخن معانا، نزلنا كده بالبطاطس. هنحمر بقى ايه البطاطس بتاعتنا، والبتنجانه كانت بتتشوي. هنا بصوا كده بقلب فيها مج، نص المج بتاع المية، يعني هتفرق كتير بقى طبعا، عشان ايه مش هتلزق مش هتشيط، هتبقى كده ايه حاجة طرية كده وجميلة. وما تنسوش يا جماعة كده ايه تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى ايه جبنا كده الخيار والجزر والطماطم، ودي جبنة حادقة، جايبين جبنة حادقة. الطريقة دي طريقة سلطة الجبنة دي احنا بتعمليها لو في جبنة قريش، جبنة علب عادي، جبنة حادقة زي دي عادي برضو. هنا حطينا شوية كمون، شوية كزبرة، شوية ملح ابيض، لو حابة تحطي شطة حطي. وطبعا بتحطي 3-4 معالق زيت، يعني يفضل لو هما من الزيت بتاع الطاسة بقى مقدوح كده وسخن بتنزليه كده جميل، بيسيح الجبنة معاكي وبتبقى طعمها جميل جدا. ودي كانت كده ايه الجبنة بتاعتنا، جبنة بخيار بجزر بطماطم. هنا بقى الطعمية، جبنة بيضة، لو انت حابة تحطي 2 بيضة 3 بيضة حطي حسب ما انت بتحبي. هنا بقى حطينا شوية فلفل اسود وملح ابيض، ونص معلقة بيكنج باودر على بيضاية، وتضربيهم بقى ايه كويس قوي. بعد كده بتنزلي بقى ايه العجينة كده عليها وتضربيها كويس، بتاخد بقى هوا كده بقى معاكي وبتبقى منفوشة كده من جوه. لما تيجي تسويها ما بتبقاش معجونة، ما بتبقاش معجونة معاكي خالص. بتبقى طعمها حلو ومتهوية كده من جوه. هنا بقى ايه جبنا اللانشون، لو انت حابة بقى تزودي في البيض زودي برضو. يعني طاسة اللانشون بالبيض دي لعبتك انت بقى اللي انت عايزة تعمليه. هنا بقى بنقطعه كده ايه مكعبات، بتقطعيه بقى مكعبات وبتعمليه في الطاسة. احنا عملتها قبل كده معاكم، كان
بتبقى جميلة جدا بصراحة، والاولاد بيحبوها. وطبعا احنا الايام دي في المدارس لو انت حابة تعمليها وتحطيها في السندوتشات بتبقى اجمل واجمل كمان. بتبقى جميلة يعني بصراحة، احسن ما تحطي اللانشون لوحده وتحطي بيض لوحده. ممكن تعمليها وتحطها في السندوتشات، بتشبع الطفل، بتخليه شبعان، بتبقى جميلة بصراحة. هنا البطاطس اتحمرت معانا، البطاطس نوعها جميل جدا. بصوا بتستوي كده بتبقى ذهبية كده جميلة بصراحة. في بطاطس رخمة كده تحس ان هي مسكرة، اول ما بتحطيها تلاقيها اتحرقت وهي مش مستوية من جوه اصلا. هنا بقى بصوا البتنجان، شرايح البتنجان احنا قطعنا. انا هنا نسيت حاجة، المفروض كنت قطعت البتنجان وسبته شوية، رشيت عليه شوية ملح ابيض وسبته. انا بصراحة هنا نسيتها لان انا كنت عايزة اشويها، بس انا قلت ايه لما شويت واحدة ولقيتها كبيرة استكفيت بواحدة. بصوا بقى هنا كده الفول هننزله كده بقى على الطماطم والفلفل. بتبقى ريحتها جميلة جدا. طعم الفول بيبقى جميل بسم الله ما شاء الله. ما تنسيش بقى كده ايه تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام زيزو. وقولوا لي ايه رأيكم كده في الاكل. وطبعا انا بزعلش من حاجة يعني، عادي اللي عنده اي تعليق عادي او شايفين اي حاجة غلط انا عملتها عادي يعني، قولوا انا مش بزعل يعني، عادي فيد واستفيد يا جماعة، الشعار بتاعنا. هنا كده ايه نزلت بالبصل، جبت الصينية او الطاسة بتاعتنا وحطينا سمنة، تنزلي بالبصل تشوحيه. بصوا البتنجان ما بياخدش وقت يعني، انت اهم حاجة ايدك في التقليب علشان احنا مش عايزينه يتحرق، لو اتحرق يبقى طعمه وحش كده مر ما بيبقاش حلو. هنا بقى كده ايه تنزلي بالجزر، طبعا انا بشرة جزرايه صغيرة مش كبيرة، نزلت كده عليها. بصوا بقى هنا كده الطعمية، هوريكم بقى منظر الطعمية ولما بتتقلي كده في البيت بالبيض، بصراحة بتبقى ريحتها في منتهى الجمال. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، بصوا بتنفش معاكم ما بتبقاش معجونة ولا اي حاجة. هنا بقى الطماطم، قطعت طماطمية واحدة كده عليها على الجزر. هنا بقى نرص البتنجان كده وهنحط عليه الدقة بتاعته. بصوا هنا كده بقى ايه المفروض كنت اسيب الطماطم يعني تاخد تشويحة شوية هي، بس انا بصراحة حطيتها هي واللانشون يتشوحوا كده مع بعض. بصوا بقى كده تقلبي كده الطماطم واللانشون. بصوا بقى البيض طبعا بتحطيه في طبق وتحطي بقى شويه فلفل اسود وترشيه كده عليه. انا هنا كنت حاطه بيضتين اتنين، الصينيه دي كانت يعني المفروض يتحط لها 4، انا حطيت اتنين بس، ده اللي كان موجود عندي. بصي البيض واللانشون بالطماطم بالبصل بالجزر، وجبه جميله جدا يا جماعه بسم الله ما شاء الله عليها يعني. هنا حطيت شويه بقى ميكس جبن كده على الوش وهندخلهم كده الفرن. ولو مش حابه تحطيها في الفرن عادي، انت ممكن تغطي الصينيه كده بغطا وتسيبيها السخونه بتاعتها كده، هتبقى جميله جدا يعني بسم الله ما شاء الله. بصوا هنا بقى منظر الطعميه بتاعتنا عامل ازاي، الله اكبر. بصوا بقى العيش ده احنا طبعا انا قطعته كده شويه، قلت احمر شويه كده ايه لما بيبقى متقرمش كده بيبقى جميل جدا. بصوا يعني انا اولادي بيروحوا يشتروا الشويه قد كده ب5 جنيه، ما يعني ما ياكلوش واحد بصراحه. لا انا جبت بقى ب5 جنيه عيش وحمرته هنا كده في البيت، وبترش بقى عليه شويه كده ايه فلفل اسود او شطه وكمون، بيبقى بصراحه في منتهى الجميل، بيبقى محمر كده بقى. عايز تاكلي بقى بيه الفول، تاكلي بيه البيض باللانشون، بتاكلي بصي بيه، بتبقى بصراحه جميله جدا، بيبقى طعمه جميل جدا بصراحه. وعلى الاقل بتبقي بقى عاملاه في البيت يعني بتبقى حاجه حلوه. وبصوا يعني الشويه دول انا بتهيالي ممكن يعملوا 15 20 جنيه. اه لان هو احنا بنجيب شويه صغيرين كده ب5 جنيه. بصوا هنا كده انا حمرته.
وده كان كده ايه الاكل بتاعنا. وده البتنجان حطينا عليه الدقة وهرسناه، وهي الطعمية بسم الله ما شاء الله عليها. وده كان الاكل بتاعنا. متنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ومزيزو. وهنا طبعا ايه خلصنا بقى كده، وعملنا بقى ايه كوبايتين شاي على السريع. ومع السلامة.